يا هلا ومرحبا. وصفتنا اليوم هي ورق العنب بالزيت والليمون. هذه الطريقة اللبنانية تطلع معاكم متماسكة بنفس الوقت تذوب في الفم. في لها طرق متعددة وكثيرة، وأنا هني بعرض لكم واحدة منها وإن شاء الله يا رب تعجبكم. يعني ورق العنب الحبة متماسكة ونفس الوقت لما بس تضغطونها شوية من تنهري، والحشوة داخلها بعد ما شاء الله لا إله إلا الله، كان طعمها لذيذ ونفس الوقت العيش مستوي. نبدأ بسم الله. راح نحتاج هني 3 أكواب ونص رز الرز الحبة القصيرة سان وايت أو المصري. راح أحتاج هني تقريبا 1.5 كوب طماط مفرومة، وتقريبا أنا عندي هني 3 شدات بقدونس، مو وايد لأن الكمية اللي أنا مسويتها كبيرة. وراح استخدم هني كوب بصل مفروم، واذا عندكم بصل الاخضر الطويل بعد افضل واحلى. استخدمت هني ملعقة صغيرة فلفل اسود، 1.5 ملعقة من البهار الحلو. نضيف بعدين ملعقة كبيرة من النعناع المجفف. اذا ما في عندكم نعناع مجفف تقدرون تستخدمون نص باقة نعناع، مو اكثر لانه يمرر. نستخدم هني 3/4 كوب زيت زيتون و3/4 كوب ليمون. الحين هو هذا وملحت وحطيت الملح، ونخلطه ونخليه ساعة لين شوية أو نص ساعة لين شوية يتبل مع بعض. بالنسبة للليمون والزيت زيتون هذا المعيار الطبيعي الوسط، تحبون أكثر حامض زيدوا الليمون. طبعا عندنا هني ورق العنب، أنا عندي كان الورق العنب اللي فيه شيشة أو بطل. طبعا هني أنا استخدمت بطلين. الورق العنب فيه جانب ناعم وجانب خشن، طبعا احنا نخلي الجانب الناعم على السطح والخشن يصير فوق. هني ناخذ جزء من الحشو، انا كذي اسويهم على 5 6 ساعات. ممكن احط طاولة فيها تقريبا 20 حبة كذي والفهم كل واحدة ورا الثانية. الحين انا حطيت الحشوة، نشوف اللف في كذا طريقة لللف، واللي تعجبكم واللي تقدرون تسوونها وسهل عليكم سووها، واذا تعرفون طوفوا الفيديو ماكو مشكلة. هذه طريقة واحدة نلفها ونرجع ليه ورا شوية، نتحكم شوية بالحشوة. الجوانب أهم من الجوانب، هذول اللي بالوسط لازم شوية تلفونهم علشان لما تلفون ورق العنب لا يطلع من الجوانب وشكله يصير مو مرتب. هذا هو. تبونها أطول تقدرون تسوونها أطول، تبونها أسمن تقدرون أنتوا تتحكمون في الطريقة. كل بلد ولا طريقة باللف. صراحة احنا هذا اللي احنا الحجم هذا اللي احنا نحبه هني بالكويت. طبعا هالطريقة تعطيكم ورق العنب ما شاء الله، يعني شكله حلو ومرتب وكلهم أحجام واحدة. أو ممكن تسوونها بهالطريقة تلفونها، في ناس تلفها كذا طريقة. أنا حطيت لكم الطريقة اللي تعجبكم اختاروها، أو اللي ممكن إيدكم تصير سهلة عليها تختارونها. هني طبعا ورق العنب احنا قلنا بطل، في ناس يكون عندها فريش ورق العنب تسلقه وتفرزنه، وفي بعد ورق العنب يسوونه بدبس الرمان. بس دبس الرمان تصير خلطة شوية تختلف، مرة ثانية إن شاء الله أسويها يصير حامض حلو. ساعات نقول يكون في ورق العنب يكون مقطع، يعني ما تكون حبة كبيرة، هذا احنا ما نرميها حرام يعني يطلع منها. انا احط ثنتين يم بعض على بعض بهالطريقة، بأي طريقة كانت، بحيث ان اخليها تصير مثل الورقة، احشيها والفها بحيث ان انا ما اخسر ورق العنب. اذا كلش ما اقدر صغار صغار احطهم في قاع الجدر. شوفوا الحين لفيتها، شوفوا شلون طلعت ما شاء الله تبارك الرحمن، كأنها حبة كاملة.
الحين في الجدر أنا حاطة قليل من ورق العنب، ومقطعة بطاط تقريبا نص سنتي، وحلقات جزر، احنا نحب الجزر. بعدين أصفف ورق العنب هذا. أنا بعطيكم نظرة أخيرة على الكمية اللي لفيتها، ما شاء الله بطلين كاملين، لأن كان عندنا ضيوف. كلهم نفس المقاس، أصفهم بالجدر بأي طريقة تصفينهم، بس تصير طبقات. طبعا بهالطريقة أفضل، عشان بعدين لما تحطين الصحن أو الثقل ما يطلع من الجوانب. هذا خلصت الطبقة الأولى. أنا أحط بعد هم قليل من البطاط والجزر، مو علشان شيء، بس لأن أنا عندي ما شاء الله بالبيت يحبون البطاط، يعني ورق مع ورق العنب، فأكثر شوية حتى لو بين الطبقات ما في مشكلة. أكمل أصف ورق العنب كله مرة واحدة لمن أخلص كل الطبقات. وهذا عندي هني يكون جاهز، أحط عليه الخلطة وأحطها على النار. نشوف الحين شنو خلطتنا حق ورق العنب. ضروري زيت زيتون وملح، حطيت ملعقتين صغار ملح. أنا دايما أقول الملح يصير ناقص ولا زايد، إذا زايد مشكلة. وحطيت 3/4 كوب ليمون، عصير ليمون فريش، مو البطولة أو العادي، لا فريش. ونحط 3/4 كوب زيت زيتون، مو وايد، لأن هذا لأن ورق العنب تعتبر من المقبلات. حطيت شوية ماي علشان ينزل الملح تحت. بعدين أحط ثقل أو عندش طبق، وأرد أملي مرة ثانية، أكمل الماي. يعتبر ورق العنب من المقبلات، يعني يحطونها يتنوكل باردة، فشيء طبيعي يكون فيها مثلا تصير يعني فيها مثل الجوسي، فيها يعني لينة وطرية. طبعا أحط الماي، شوفوا من أشوف الماي وصل لي من حد ورق العنب خلاص أوكي. أحط أول شيء على نار عالية، من يغلي أنزل على النار، أخلي النار مثل الخيط، يعني ناصي لمدة ساعتين، ساعتين ونص. وكل ما تحطونه أكثر ما عليه إشكال. وهذا ورق عنبنا خلص. طبعا أهم شيء بعد ما يخلص ما تحطون ورق العنب إلا لين يبرد. إذا برد يعطيك يخلي ورق العنب متماسك، ونفس الوقت لما تجون تاكلونه يكون ذايب بالفم. علينا وعليكم بألف عافية، فيها التوصيات بس تتبعونها وراح يطلع معاكم أحلى ورق عنب. أشوفكم إن شاء الله بوصفات قادمة بإذن الله. استودعكم الله، مع السلامة.